كابتن عبد الرحمن، من جانبك كيف تقيم اللقاء من الناحية الفنية من خلال الشوط الثاني؟ أول شيء أبارك نادي الفتح هذا الفوز المستحق بكل جدارة واستحقاق على نادي النصر. خالد مع نهاية الشوط الأول أخسر لاعب ويسجل، أول شيء يسجل عليه هدف، وبعدها بكم دقيقة أخسر لاعب في كرت أحمر وعلى أرض الفريق الخصم، والفريق الخصم فريق كبير اللي هو فريق النصر وجمهور كبير حاضر اليوم، وأبدأ الشوط الثاني وسجل التعادل وأجيب هدف الثاني بثمان لاعبين، حتى غير الطرد كان لاعب مصاب خارج ثمانية لاعبين. هذا يدل أول شيء عدم التركيز من لاعبين النصر. يعني اسمح لي ببتعد عن الجوانب الفنية، أنا نوعا ما الروح لم تكن موجودة أبدا لدى لاعبين النصر، الروح القتالية داخل الملعب. فريق الفتح جالس يصارع فريق إمكانياته محدودة وبتسع لاعبين وسجل هدفين، يعني وأنا مطرود مني لاعب على الأرض. أول مرة ألعب فيها في تاريخ النادي لاحظ أول مرة يلعب على هذا الملعب. أعتقد أن فريق الفتح نرفع له القبعة احتراما. فريق النصر لم يؤدي أي شيء. أعتقد أنه انتهاء جيل. الآن يجب على الإدارة النصراوية أنها تفكر بإحلال بعض اللاعبين مكان بعض اللاعبين، لأن الحقيقة النصر اليوم لم يكن له أي وجه حقيقة، ولم تكن له أي بصمة، ولم تكن له في بعض الفرص اللي حصلت لمحمد السهلاوي، لكن النصر لم يكن جيد أبدا من الناحية الفنية. وأعتقد أنه كرر مسلسل المستوى الهزيل والأداء الفني. وقلت قبل المباراة يا خالد، أنا أعتقد أن طموح الفتح مو نقطة واحدة، فلأن النصر الآن والفترة الحالية صيد سهل جدا لأي فريق، مع احترامي يعني الفرق اللي أقل إمكانيات مثل نجران ومثل الفتح والرائد والتعاون وغيرها، كلها تطمع مع فريق النصر. أعتقد الآن أنه في مستوى إن لم يكن في مستوى مع هذه الفرق فهو أقل. يعني أعتقد أنه لو بنثني عليه بقول زي مستوى هذه الفرق. النصر أقل فنيا، ويجب على الإدارة النصراوية إحلال بعض اللاعبين، وحتى المدرب إلى الآن ما أدري، إلى الآن لم يقرأ الفريق بشكل جيد، ولا لم تكن تدخلات الفنية بشكل جيد أبدا. النصر يعني لما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، هذه إمكانية. يعني لما تيجي محمد عيد إمكانياته محدودة جدا كمدافع جدا، يعني محدودة. عمر هوساوي على دكة البدلاء، عمر هوساوي مشروع لاعب منتخب، مشروع أنا أعتقد أنه لو يعطى الفرصة على طول حيكون في المنتخب الأول إن شاء الله. أحطه في الاحتياط، يعني حتى توظيف اللاعبين لم يكن بشكل جيد. أعتقد أن النصر يمكن مقولة أن أفضل لاعبين محليين لدى نادي النصر، هذه مقولة لا أعتقد أنها صحيحة أبدا. النصر من اللي يقول أن عنده أفضل لاعبين محليين؟ أعتقد النصر يمكن مسير حتى نادي النصر جزموا بصحة هذه المقولة. لا، أعتقد لاعبين النصر هم يعني ما أقول أقل إمكانيات من لاعبين الأندية الثانية، لكنهم ليسوا أفضل من الأندية الكبيرة، اللي أكيد ليسوا أفضل من لاعبي الهلال ولا من لاعبي الاتحاد ولا لاعبي النصر ولا لاعب عفوا الأهلي ولا الشباب. فأعتقد هو الاتفاق برضه. فأعتقد أن إمكانياتهم يعني كان كابتن عبد الرحمن ما تحمل المدرب مسؤولية، تقول هذا اللي موجود عنده الآن بالنسبة للإمكانات الفنية اللاعبين؟ لا كلهم في لاعب. أنا أقول لك بعض اللاعبين المحليين على أعلى مستوى فريق النصر، لكن أنا أتكلم لك عن تشكيلة كاملة فيه الكثير من النقص. يعني في خط الدفاع يحقون ارتداء الشعار النصراوي. خط الدفاع زي ما قال الكابتن زكي، خط الدفاع لاعبين، خلي 4 لاعبين أو 5 لاعبين، يعني هذا ما أدري كيف يعني ما تحصل. أنا ودي نشوف الهدف الثاني، شوف طريقته وشلون لاعبين 8 لاعبين، اللاعب حتى اللاعب المطرود ولاعب كان برا مصاب 8 لاعب، هذه ما تحصل إذا كان في 1% تركيز لدى اللاعب. لكن إمكانيات، إذا كانت إمكانيات محمد عيد هذا المستوى مع احترامي للإمكانيات، أعتقد من الصعوب أنه يمثل نادي كبير بحجم نادي النصر. نعم جميل. تحدثنا كثيرا عن النصر بالنسبة لعملية صناعة اللعب غير متوفرة في الفريق النصراوي حاليا. يعني هل هناك لاعب ممكن يقوم بهذه المهمة موجود في الاحتياط مثلا يستحق أن يكون صانع لعب في نادي النصر؟ الحين خالد النصر للأسف لا في صناعة اللعب الأداء الهجومي ولا حتى في الأداء الدفاعي. أداء دفاعي بشوط واحد 3 فرص 100% محققة بنقص لاعبين أضيعها اللي هو نادي الفتح، وأجيب هدفين
هذه مستحيل تحصل في نادي الا اذا كانت امكانياته ضعيفه. للاسف ان النصر اليوم عانى اول شيء من عدم توظيف اللاعبين بشكل جيد من قبل السيد كوستاس. تواجد احمد عباس في الاحتياط خطا، ما دام في موجود اول شيء عمر هوساوي واحمد عباس موجودين في الاحتياط فهم جاهزين فنيا. نعم. يجب ان يعتمد عليهم، ما وظفهم بشكل جيد. بالاضافه الى ان امكانيات بعض لاعبي النصر او اغلب لاعبي النصر مع احترامي لامكانياتهم محدوده جدا، ولا يمكن الجوده، يقولون الجود من الموجود. نعم. هذا افضل يعني مستوى ممكن يقدمه محمد عيد او غيره من اللاعبين. جميل. عندما يكون المدرب غير موفق في الاستفاده من امكانات اللاعبين او تكون طريقته الفنيه غير مناسبه للفريق، يكون هناك خبره اللاعبين تلعب دور في بعض المباريات. يعني عندنا لاعب خبير مالك معاذ، عندك يحيى عنتر مدافع المنتخب الجزائري، هل كان المفترض ان يكون هناك تدخلات او اجتهادات من اللاعبين لتعديل الاوضاع حتى وان كان المدرب غير موفق؟ زي ما قلت لك خالد، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أعتقد أن فريق النصر 50%، عشان ما أظلم اللعيبة كلهم، 50% لا يستحقون أن يلعبون لنادي بحجم ومكانة نادي النصر وهذا الجمهور الكبير العظيم، رغم أنه ما حضر اليوم بكثافة، لكن جمهور محب وعاشق لناديه. أعتقد 50% من هذه اللاعبين الموجودين مع احترامي لإمكانياتهم لا يستحقون ارتداء شعار النصر. الحقيقة إمكانياتهم محدودة، أخطاء دائما، حتى يعني إيقافات حتى يعني خارج النطاق الفني، مثلا لجنة انضباط توهم موقفه كابتن الفريق حسين عبد الغني، اخطاء فنيه داخل الملعب. فاعتقد انا انه المفروض على فريق النصر وخاصه اني املك جمهور الحقيقه جمهور كبير جدا، اني احاول اني اقدم نفسي بشكل جيد. الاداره، انا اعتقد اداره النصر ممثله بسمو الامير فيصل بن تركي قدمت جهد الحقيقه وقدمت دعم وقدمت مسانده، لكن للاسف ان اللعيبه اعتقد ان اخطائهم كبيره جدا من الناحيه الفنيه. والمدرب انا قلتها حتى في مباراه الفيصلي، لم اول شيء قراءته للمباراه لم تكن سليمه، بالاضافه الى التدخلات الفنيه لم تكن جيده. وزياده على ذلك اللعيبه لم يكن بافضل حالاتهم الفنيه. لا يعني اليوم النصر ما شفناه هاجم بشكل جيد ولا شفناه دافع بشكل جيد. اي كوره على الفريق النصراوي في الشوط الثاني وهو يلعب ناقص الفريق الفاتح كان يشكل خطوره. على عكس تماما النصر يمكن الشوط الثاني ما ضاع الا فرصتين انفراد السهلاوي فقط، لكن فريق الفتح 3 فرص بالاضافه. يعني يجب ان نعطي فريق الفتح حقه، فريق الحقيقه يعني هويته واضحه داخل الملعب، هويه فتح الجبال واضحه داخل الملعب، جالس يلعب على الهجمه المرتده بطريقه باسلوب معين. النصر جالس يلعب كرات عاليه، يعني 80% من الشوط الثاني كان كله كورنرات وكرات ثابته، لم تكن في اسلوب معين او اسلوب مدرب نادي النصر على فريقه.